القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بكل أريحية نقدر نقسم تاريخ التلاوة ما قبل الحصري وما بعد الحصري. راجل اتكتب من بعده تاريخ جديد. تعال معايا أحكي لك الحكاية. في بدايات القرن الماضي انتقل السيد الخليل الحصري وزوجته من محافظة الفيوم لمحافظة الغربية، وبالأخص في قرية بسيطة اسمها شبرا النملة، واللي اتولد فيها الشيخ محمود خليل الحصري سنة 1917. وجدير بالذكر إن لقب الحصري العيلة خدته إزاي. يقال إن عائلة الشيخ اشتهرت إنها كانت بتفرش المساجد الجديدة دايما بالحصر، وإن في بعض أفراد العيلة امتهنوا مهنة صناعة الحصر، وجه اللقب من هنا الحصر الحصري. وده حسب الرواية اللي قالتها ابنة الشيخ. وسبحان الله، رغم الشهرة والمكانة العالية اللي وصل لها الشيخ فيما بعد، احتفظ باللقب بمنتهى التواضع. بعد ولادة الشيخ الحصري، أبوه السيد خليل كانت بتجيله رؤية باستمرار، وكان بيجيله في الرؤية إن سلسلة ظهره عبارة عن عنقود عنب، والناس بتعدي تقطف من العنب ده وتاكل وتقول الله. والغريب إن العنب ما كانش بيخلص. ولما تكرر الحلم مرة واتنين وتلاتة، راح لأحد الشيوخ عشان يفسروا له الحلم. تفسير الحلم إن أنت ليك ابن سيكون له الثناء دائما بكلمة الله، والله أعلى وأعلم، ده حسب رواية ابنة الشيخ. ومن هنا جه توجيه الأب للابن في حفظ القرآن، اللي ما شاء الله أتم حفظه في سن ال5 سنين وإتقانه في سن ال10. وزي ما قلت قبل كده في حلقة الشيخ البنا بتفرج عليها، إن طنطا في الوقت دوت كانت تعتبر مركز ثقافي إسلامي، كانت تعج بكبار العلماء والقراء. ده اللي جعل الشيخ الحصري يتتلمس تحت إيد علماء أحسنوا تعليمه. وهنا بالأخص الأب الروحي للشيخ الحصري كان الشيخ عبد الفتاح القاضي، وده كان جهبذ عصره في القراءات، بجانب تأثر الشيخ الحصري بالشيخ محمد رفعت اللي تأثر بمسيرته وطريقة إتقانه للتلاوات، واللي استشف منها بمنتهى البساطة إن علم القراءات أو التلاوات ليس استعراضا للصوت، بل عبادة تؤدى بخشوع. وعشان كده الشيخ الحصري لم يكن هدفه الأساسي إن هو يبقى قارئ صوته حلو أو مشهور أو معروف، ولكن كان له رسالة، وده اللي خلاه يدرس كافة علوم القرآن، سواء من تفسير أو تلاوة أو قراءات. تدرج الشيخ الحصري في الوظائف، ولكن يبقى الحدث الأكبر اللي أثر في مسيرة الحصري وبعد كده اتكتب بعدها تاريخ جديد كانت أوائل الستينات. لك أن تتخيل أن لحد الستينات لم يكن هناك نسخة مسجلة من القرآن سمعيا. طبعا كان في بعض الصور مسجلة على الأسطوانات لقدامى أو أوائل القراء زي الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، لكن نسخة كاملة من القرآن مسجلة ما كانش فيه. وفي أحد زيارات الشيخ الحصري للكويت وقع في إيده مصحف محرف، خصوصا في بعض الآيات اللي تخص اللي ما يتسموش. وعلى الفور أول ما رجع مصر راح على المسؤولين وبلغهم بأهمية تسجيل القرآن الكريم كاملا صوتيا. وعلى فكرة هو لم يكن يسعى إن هو يبقى أول واحد سجل القرآن بصوته، هو بس بلغ المسؤولين. ووقتها المسؤولين رشحوا 3 قراء إن هم يسجلوا القرآن، كل قارئ يقرأ تلت القرآن. بصراحة مش معروف لينا مين القراء التانيين، ولكن الرواية المعروفة إن الشيخ الحصري رفض يتقاضى أي أجر بخلاف القراء التانيين، وطلبوا مبلغ كبير. وقتها وزارة الأوقاف لم تكن تملك هذا المبلغ، فبالتالي تم الاستغناء عن القراء التانيين. وسبحان الله وقعت من نصيب الشيخ الحصري وسجل القرآن كاملة لوجه الله، لم يتقاضى أي أجر. وسبحان الله ده اللي نتج عنه بعد كده إذاعة القرآن الكريم، اللي كان أول بث لها سنة 64. وطبعا إذاعة القرآن الكريم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي والمصري بالأخص. وبعد كده تم تسجيل القرآن كاملة ونسخه على اسطوانات وتوزيعه على كافة بلاد المسلمين ليكون أول مرجع سمعي للقرآن. وكان للشيخ الحصري الفضل والسبق في هذا الإنجاز، جزاه الله عنا خيرا هو وكل من وقف جنبه وساعده وحقق حلمه ونفعنا ونفع الإسلام. الشيخ الحصري كان ليه مدرسة مميزة جدا في التلاوة، كان رافض رفض تام يخلط ما بين التلاوة والاستعراض، وكان مؤمن إن أفضل تأثير للقرآن مش في الزخرفة الصوتية، لكن في وضوح الحروف وقوة وإبراز هيبة المعنى. وده في الحقيقة كان واضح وضوح الشمس في تاريخ الشيخ كله في التلاوات. لما نيجي نسمع المصحف المرتل للشيخ الحصري، هو يعد من أتقن المصاحف المرتلة في التاريخ. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال. المميز للشيخ الحصري انه سجل المصحف بطرق مختلفه وبقراءات مختلفه، الوحيد سبحان الله اللي ممكن تسمع له تلاوه لا هي تجويد ولا هي ترتيل، ما بين اسمع كده.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فوق الخيال، انا ما شفتش قارئ عملها غيره. اما بقى تجويد الشيخ الحصري، هو طبق وجهة نظره بحذافيرها، كان ليه اسلوب معين وخاص بيه دون الاستعراض. هتلاقي دايما ان تجويد الشيخ الحصري مختلف عن ابناء جيله. تسمعوا في التجويد حاجة كده زي الحرير: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. كمان خد عندك المصحف المعلم، ده اول مصحف معلم في التاريخ الاسلامي. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وهنا بيظهر جانب آخر في حياة وشخصية الشيخ الحصري، وهو إنه كان حريص جدا على تعليم الأجيال الجديدة القرآن وعلوم القرآن والقراءات الصحيحة. سبحان الله، الشيخ الحصري صوته ما كانش عالي ولا أداؤه كان صاخب، ولكن كان فيه حاجة نادرة جدا: طمأنينة وخشوع وهيبة. سبحان الله، كنت تحس إن صوته مش طالع من حنجرة إنسان قد ما هو خارج من قلب إنسان فاهم ومقدر قيمة الكلام اللي بيقوله. وفي الحقيقة أنا بشوف إن ربنا عز وجل اصطفى الشيخ الحصري وخلاه دايما في أول الصف، اصطفاء من عند ربنا. عد معايا كده الحاجات اللي كان له السبق فيها على مدار التاريخ. طبعا أول من سجل القرآن كاملة مرتل بكذا رواية، أول من سجل مصحف معلم، أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة، أول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن. ويقال إن الحصري كان أول من قرأ القرآن في ميكروفونات في الحرم المكي، بجانب إن هو الشيخ الوحيد اللي قرأ قرآن في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي. توفى الشيخ الحصري سنة 1980، ولكن صوته لسه عايش، ساب وراه أثر لا يقدر بثمن. في أواخر أيام الشيخ الحصري شيد مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن ومعهد ديني في مسقط رأسه شبرا النملة. كمان أوصى بتلت ثروته لخدمة القرآن والإنفاق في أوجه البر والخير. رحم الله الشيخ محمود السيد خليل الحصري رحمة واسعة. اللهم اجعل القرآن شفيعا له واجزيه عنا خيرا. ولحد هنا خلصت حلقة خاصة جدا عن الشيخ محمود خليل الحصري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير ولايك للصفحة واشتراك في القناة لو انت على اليوتيوب. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.